لو في شخص بيتقل عليك، ازاي تعرفه ان انت اللي تقلان عليه ومش مركز معاه اصلا، وتجيب مناخيره الارض؟ وعشان تعمل كده لازم تمشي خطوة خطوة. فأولا لازم توري الشخص ده إنك مش شايف تقله عليك أصلا، مش واصلك أصلا، مش واخد بالك. لأن في قاعدة معينة لازم تمشي عليها بتقول إن أي حاجة بيعملها الشخص اللي قدامك في الدنيا لو شاف إنها مش جايبة نتيجة معاك وإنك مش واخد بالك منها هيغيرها. طب إزاي يا نور هوضح له إني مش واخد بالي من تقله؟ إنك هتعامله معاملة حلوة جدا، كأنه أي شخص معدي عادي، مفيش ما بينك وما بينه حاجة، فهعامله حلو عادي. عشان أنا أصلا مش حاطط نفسي في دايرة الارتباط معاه، أنا مخرج نفسي بره وبتعامل عادي كأنه شخص عادي جدا بالنسبة لي. فأنا مش هخليه يحس إن أنا عايز ارتبط بيه وهو اللي تقلان عليا، لأ، أنا خرجت نفسي بره دايرة الارتباط تماما وبره الخانة اللي هو حاططني فيها، وبقيت بتعامل معاه بلطافة شديدة جدا. أصل لو أنا خدت بالي ان انت تقلان عليا يبقى انا معجب بيك، يبقى حاطط نفسي في دايره الارتباط. لكن لو انا عاملتك معامله حلوه جدا كانك شخص عادي من كل الناس اللي انا بعملهم حلو في حياتي وبشكل لطيف، يبقى انت شخص مش في بالي اصلا. فدي اول نقطه، انت شخص كيوت صعبان عليا بعاملك معامله لطيفه. تاني خطوه، لما تيجوا تتكلموا في اي وقت عن شخصيات بعض او بتتكلموا مع بعض، لازم توضح له هو انت ليه هادي كده وغلبان كده وما بتتكلمش خالص. على فكرة انا الناس الهادية دي بتقفل منها. فانت كده هتوصل له ان انت تقلك عليا ده واصل لي بشكل تاني خالص غير اللي انت عايزه يوصل لي، يعني كل ده بتعمله على الفاضي. فهيبدأ يحاول يعدل الفكرة دي في دماغك ويبدأ يبقى متكلم اكتر عشان ينفي الفكرة دي من دماغك. فانت حولته لشخص بقى كل هدفه انه يرضيك وانه يغير نظرتك اتجاهه. لازم تخليك انت اللي متحكم، مش معنى ان انت تقلان عليا هكون انا رد الفعل في قصتي، لا، هكون انا الفعل وانت اللي رد الفعل. وفي كل الاحوال حتى لو الشخص ده ما كانش واخد باله منك نهائيا، هتبقى انت لفت نظره انه ازاي حد يقولي ان انا غلبان وهادي في حين ان انا اصلا شخص تقيل وببقى قصدي ان انا ابقى تقيل. فهتخليه ان هو يحاول يسيب كل الناس عشان بس يثبت لك فكرة معينة. فأي شخص في الدنيا حتى لو انت مش في باله اصلا لازم هيتلفت نظره ليك لما تبقى انت مختلف معاه في حاجة او بتوضح في شخصيته حاجة مش عاجباه.